صباح الخير. 4 أصدقاء ليا بنتين وولدين عملوا حادثة كبيرة جدًا، وهاوريك جزء من فيديو سيء جدًا. واحد منهم توفى الله يرحمه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لله الامر من قبل ومن بعد. عشان انا حذرت كتير جدا من السائق المتهور، سواء انت او انت راكب مع حد. المهم سيبك من كل ده. اصدقائي كانوا في القاهره، هم من اسكندريه وراجعين على اسكندريه، فطلبوا شركه من اياهم اللي على الابلكيشن. ركبوا. المهم كل حاجه كانت غلط بقى من اللحظه الاولى، وعشان كده لو ده حصل لك اوعى تكون مكمل ولسه راكب مع السواق ده. اول حاجه السواق لغى الرحله طبعا عشان يلهى في الفلوس في جيبه والشركه ما تاخدش حاجه. لغى الرحله وجه وكده عليهم، قالوا ايه ده، ووصل بقى كلمهم ووصل عشان طبعا ياخد المبلغ كله. فاول ما وصل اقنعهم، قال لهم انتوا اللي لغيتوا، انا يمكن اكون دوست على حاجه بالغلط. فده اول مؤشر ان في حاجه غلط، ان السواق صايع يعني، بيحاول يستذكى عليهم، وان كل حاجه بقى من اول اللحظه دي لحد وقت الحادثه وقوع الحادثه كانت غلط. دي اول مؤشر ان انت تلغي الرحله. وطبعا ده بيلغي المسؤوليه بتاعه الشركه، وبيلغي المسؤوليه، مش هقول بيلغي المسؤوليه الجنائيه، سواء اصلا في الاسم يعني اسم الشرطه. المهم لما ركبوا معاه من اولها كده سواقته متهوره، عمال يعمل زجزاج ويطلع من اللواري، العربيه حدفت بيهم. ابتدت واحده صديقتي، انا ليا 2 صديقات في العربيه، فالسواق كان تحس يعني صديقه ليا مقربه جدا من اللي معاهم، قالت لي تحس ان هو شارب حاجه، مبلبع مخدرات نوع معين، عمال يبعت رسائل على تليفونه ومش مركز في الطريق، منتهى الاستهتار. المشكله ان لو ده حصل لك انت لازم تاخد بالك جدا. لو انت لوحدك مع السواق خليه يوقف الرحله وانزل او اعمل اي حاجه. طبعا في الحاله دي كانت هتنزل هتروح فين؟ ابتدت تنبهه، ابتدت تطلب منه، ابتدت تعنفه، ابتدوا زمايلها واصدقائها اللي معاها في العربيه يقولوا لها لا اهدي، لا بشويش، احنا هنهندل، بالذات الرجاله يعني اللي هو ايه على طريقه اهدي، انت ايه خايفه ولا ايه، جمدي قلبك. فهي كانت حاسه ان الموضوع كله غلط، وما دام الموضوع غلط يبقى لازم تعمل وقفه يعني، لازم تكلم. عشان كده انت لو مع الشركه ساعتها كان ممكن تكلم الهيلب سنتر او كاستمر سيرفيس يعني وتشتكي لهم. لكن طول ما انت طلعت بره الشركه انت كده مش عارف تعمل حاجه ولا عارف تتصرف. فارجع واقول لك خد بالك جدا سواء من سواقتك، بجد في حوادث طرق رهيبه، الواحد بقى خايف ينزل يسوق ودايما بيتوقع خطا الغير. الحمد لله يعني، شكرا للدوله اللي ركبت اشارات، مش اشارات، غير اشارات المرور طبعا عشان تحد من الحوادث، ركبت كاميرات عشان شويه نهدى شويه على السرعات يعني حتى لو انت واخد بالك دلوقتي وبتسوق باحترام وبتسوق في حالك، انت ممكن يطلع لك حد متخلف ذهنيا، حد راجل يعني استغفر الله العظيم مش عارف اشتمهم بايه، بس وادي عليهم بايه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان يعني عرض حياه غيره للخطر او ممتلكاته او يعني العربيه توتال لص. عندي واحده صديقتي المقربه ليا جدا، انا عندي 2، انا اعرف الاثنين البنات اللي كانوا في العربيه، ربنا يقومهم بالسلامه يا رب، وربنا يرحم اللي مات ويغفر له. واحده صديقه منهم عايشه مش عارفه هي يعني عندها كلكيعه كده، كدمات رهيبه، مش قادر يعني مش عارف اقول عليها ايه، اسميها ايه، في راسها عند المخ يعني، وفي في رقبتها من ورا، عايز اقول في قفاها يعني. فربنا يا رب يعفو عنا جميعا، وربنا يبعد عنا كل شر، وربنا يقوم اللي حصل لهم حاجه بالسلامه، والحمد لله على سلامه الناس اللي طلعوا. الفكره بقى ان السواق ده النهارده طلع من الحادثه ولا خدش لوري عايز اقول لك ركب فوقيهم، وكانت الحادثه بشعه، في تفاصيل بقى كتيره جدا يعني. انت لما بيحصل حادثه زي دي ربنا يعافينا جميعا ويبعد عنا كل شر، انت النهارده ما بتبقاش عارف موبايلك، في موبايلات راحت ما لقوهاش، في شنط راحت، في زي ما في ناس كويسين وقفوا لهم وركبوهم ومسحوا لهم وعملوا لهم بميه وشهم وركبوهم معاهم ونقلوا لهم المستشفى وكلموا لهم الاسعاف، زي ما في ناس بتخش حراميه في النص بتسرق. فيعني ليه تعرض نفسك لكده؟ صديقتي بتحكي لي بتقول لي انا زي ما يكون كابوس، انا مش فاهمه، انا ساتر ربنا اللي توفى ده ربنا يرحمه يا رب، ده مات من الخضه زي ناس كتيره جدا بتموت من الخضه بس ما فيش في جسمه